عنها ولدي أول ثانية من كل شيء. الله يرحمه. من أبعد ذكرياته هو فهد فارس كان ابني وأخي ورفيقي ونيسي وصاحب بيتي. شفت بمنامي قال معه محارب صفر، قالوا لي انه صار منامه منيح. بطلتي تخافي من موضوع الموت؟ لا بخاف، انا بدعي لربي انه ما يموتني لحتى يكبروا ويصيروا يعتمدوا على نفسهم. انا بدعي انه يا رب دخل لا تموتني لحتى يكبروا الاثنين الصغار. عم تشوفي فارس فيهم؟ لما ما بدنا نبكي. الله يرحمه. فارس تعالي لولادها ولدي أول ثانية من كل شيء. الله يرحمه. من أبعد ذكرياته هو فهد فارس كان ابني وأخي ورفيقي ونيسي وصاحب بيتي، كل شيء كان. الله يرحمه. مين عم يسمعك هلا بعد غياب فارس؟ مين عم يكون تفضفضي له تحكي له؟ لا بنتي ولا ابني لا صغير شوي يعني، بس يعني كل واحد منتهي بهمه. الله يعينه. الله يعينه. ايه بس ما حدا عم يسمعني غير فارس وبس. ما بتنبكي؟ بيزعل فارس بعدين الله يرحمه. والله ذكره وحزني قلب ولا فارس بكي لي قلبي من جوا. ما بقدر يعني ما بقدر، مستحيل تجي هيك ذكريات ببالي ما ابكي. تشوفيه بمنامك بتحسيه قريب منك هيك على طول؟ شفت بمنامي قال معه محارب صفر، قالوا لي انه صار منامه منيح. ان شاء الله بيكون خير يا رب. قال معه محارب صفر، فاتني اللعبة اللي امي لك اشتغل محارب شفت لك اياهم. انا شفت لحالي بدي شو بدي موت، انا المحارب الصفر مو منيح فعلهم. نحن ما فينا نصدق كل الاقاويل، في ربنا موجود. ولو قديش ايمانك بربك قوي؟ الحمد لله. قال وقت اللي قالوا لي هو فعلا مو منيح، ذكرت انا هيك انه بدي موت او شيء لحالي لما تشوف شر لحالي شو من اجل شو اجى من الله منيح. الحمد لله يعني انه شفته بمنام. تواصل معي. ايه الحمد لله. وبحط الاولاد وقاعده شو بدي اساوي؟ ما هلا ربنا اكيد ما حينساكي يعني. كمان انت متحمله حمل يعني مرحوم، وهلا اولاده انت برقبتك ولدين يعني صبيه وشاب هلا بلشوا يكبروا. ايه الحمد لله. وانا بقول بيقولوا لي العالم انه بتربي ايتام الى كرسي بالجنه، والحمد لله هذا احسن شيء بالدنيا، انه يكون لي كرسي بالجنه من وراء الاطفال. ان شاء الله يا رب.